السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جايبالكم وصفة. بصوا، طلقة. عارفين يعني ايه طلقة؟ يعني وصفة جميلة جميلة. امشوا على الخطوات واتبعوا المعلومات وامشوا عليها مظبوط. وقبل كل شيء صلوا على الحبيب في التعليقات واعملوا لي لايك واعملوا شير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والله هتستفادوا. انا ما بعملش هيافة ولا بحب اعمل الهيافة، انا بحب اعمل حاجة الناس تستفيد منها. الحمد لله. النهارده هنعمل سمك المحلات. لا يا ام يوسف، مش سمك المحلات، ده سمك ست البيت الشاطرة المدبرة، اللي هي عايزة توفر في بيتها، اللي هي عايزة توفر لجوزها، اللي هي عايزة توفر لولادها، اللي هي بتدور على اي حاجة تعملها اقتصادية علشان ربنا يرحمنا من الوقت اللي احنا فيه ده، الغلا والناس كلها بتشتكي. فاحنا النهارده هنعمل سمك مشوي في البيت في الفرن تحت الشوايه بتاعت الفرن بطريقه حلوه وجميله، بتتبيله اول مره تشوفوها هتقولوا ايه ده يا ام يوسف؟ انت هتحشي السمك المشوي بصل وطماطم؟ هحشي السمك المشوي طماطم وبصل وجزر، وجربوا التتبيله دي. خيال خيال. عشان انا مجرباه، انا بعملش حاجه ونزلها على القناه لما اكون مجرباه. عندي كده 4 سمكات فضلة خيركم كبار زي ما انتوا شايفين كده. كيلو السمك ده انا جايباه ب90 جنيه. انا كنت بجيب يعني بكسل زي اي حد وبجيب سمك مشوي جاهز اما بكون مش فاضيه. فلقيته كل مره بيغلي عليا، يعني مره قال لي 120، المره التانية قال لي 125. قلت له لا خلاص انا مش هتعامل معاك تاني. طب انا ليه اخده ب 125؟ طب ما انا اوفر ال 35 جنيه في كل كيلو، يعني لو هجيب 4 كيلو فيهم 140 جنيه، احنا اولى بيهم. واخدين بالكم؟ فالست الشاطره تدبر وتوفر في بيتها. الراجل ما يعرفش حاجه في بيته، يعني الراجل بيطلع من صباحها لمساها بيجيب فلوس، وهي الست اللي تمشي امورها، فتتقي ربنا فيه وتراعي بيتها وعيالها وتخلي بالها من حاجتها. فانا عندي كده 4 سمكات زي ما انتوا شايفين كده، مغسولين وزي الفل ما شاء الله، ومصفياهم مخلياهم فله اهو زي ما انتوا شايفين كده. وعندي بقى التتبيله: جزر مبشور، طماطم متقطعه صغير زي ما انتوا شايفين كده مقطعها على القدايه صغير، بصل متقطع برضو بلدي صغير، وعندي الرده، وعندي بقى البهارات اللي انا هحطها على التتبيله دي. عندي كمون، معلقه كمون كبيره، ومعلقه بهارات سمك، ومعلقه ملح كبيره، وهعصر عليهم ليمونتين زي ما انتوا شايفين كده. اهي التتبيله اهي اهي. هنعمل كده. وعندي معلقه توم مفروم، يعني ما تنسوش التوم، انا نسيت اقول لكم كمان معلقه توم مفروم ومعلقه هريسه شطه انا مخزناها. انا مخزنه هريسه شطه، والتوم انا فرماه وحطاه في العلبه في الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي الهريسه، دي شطه، دي حراقه. اللي ما بيحبش الشطه ما يحطش، يحط فلفل احمر مفروم عادي. دي شطه اهي ماشي. وهنعصر بقى ليمونتين على الخلطه دي او 3 ليمونات وهرجع لكم. كده قلبتها كلها في قلب بعضها وعصرت عليها 3 ليمونات ودقتها تحفه خيال ما شاء الله. هنا بقى هنحشي السمك زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. هنحشي كده كله من جوه كده اهو اهو. هنحشيه كده زي ما انتوا شايفين اهو. كتري الحشو مفيش مشكله، طالما عندك زياده كتري اهي اهي اهي. وهنروح حاطينها في الرده اهي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. تحفه تحفه ما شاء الله اهو. وهروح احطها في الصينيه ديت. انت ما عندكيش الصينيه التيفال ديت حطيها في الصاج بتاع الفرن، بس انا عندي دي هشوي فيها عشان ما يزفرش الصاج كله، لان هم 4 سمكات. ممكن اعمل 3 وبعدين اعمل واحده، ممكن اعمل 2 وبعد كده اعمل الاتنين التانيين على حسب الصينيه ما تشيل. انا وريتكم الخطوات، هتبلهم الباقي وهرجع لكم. بصوا حبايبي انا كده خلصتهم اهو. الصينيه خدت 3. ممكن احط الرابعه دي في صينيه صغيره، وممكن اخليها لما اخلص دول، بس انا هسيبهم كده بتاع نص ساعه عشان اللحم بتاع السمك يتطعم ويشرب من التتبيله.
وبعد النص ساعة هنولع الشواية مع بعض وهندخلهم الفرن. في خلال النص ساعة دي نحضر بقى ايه التتبيلة الحلوة اللي انا بحطها برشها على السمك بعد ما يخرج. خليكم معايا حبايبي وهرجع لكم محضر الحاجة. بصوا حبايبي، احنا هنا حطينا نص كوباية مية. انا ما بعملش كتير اسقط فيه السمك كده زي اللي بيعملوا، لا انا بعمل الكمية اللي انا هرشها على السمك عشان مرميش حاجة زي ما قلت لكم كده. وعندي كده معلقة هريسة اهي احطها برضو، وعندي نص معلقة توم اهي ماشي. وهنا حاطه في المية 3 ليمونات معصورين. وهنا خلطة برضو فلفل وجزر انا عاملاها وشايلها في الفريزر اهي، هحط منها معلقة حتى في منها متقطع اهي. وهحط معلقة نص معلقة كمون اهي ماشي. وهحط ملح. التتبيلة دي حلوة قوي يا جماعة، تحفة. اول ما السمك يخرج سخن تروحي دلقها عليه ترشها على السمك اهو ماشي. معلقة خل اهو، الخل اهو معلقة كده اهو مش كتير بس كده اهو. ودي بقى التتبيلة اللي هنحطها على السمك بعد ما يخرج من الفرن. دي بقى تحفة تحفة اهي. بس كده احنا دلوقتي هنولع الشواية وهندخل السمك. هو كده بقى له نص ساعة. انت عندك وقت ممكن تعمليه وتخليه ساعتين 3، تعمليه من الصبح لغاية وقت الغدا براحتك يعني. كده هندخل السمك الفرن. انا عايزه اوريكم انا حاطه الشبكه ازاي. بصوا الشبكه في النص زي ما انتم شايفين كده، مولعه الشوايه بس فوق بس اهي ماشي، عشان ما يتشعوطش ويبقى نايل كده، ياخد راحته وياخد وقته اهو. وبعدين لما يستوي من ناحيه ده اروح قلبها الناحيه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي هو كده كفايه. هنقلبه بقى الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده اهو. هنقلبه الناحية التانية بس لازم اقلبه بايديا عشان هيتهري، عشان انا ماسكه الموبايل، فاقلبه وارجع لكم. انا كده قلبته ولقيته لازق شويه، رشيت عليه حبه رده من جديد. هندخله بقى تحت الشوايه ياخد السوا الناحيه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي هو كده استوى بسم الله ما شاء الله. هنبتدي بقى نسقيه الخلطه على قد ما ياخد، مش هدلق الميه يعني، مش هدلق الخلطه دي كلها وهو سخن كده بيشرب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين. لسه في واحده تاني هعمل حسابها بس كده اهو. تحفه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. تحفه 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 ما شاء الله، بالف هنا وشفا حبايبي. بس انا مش هقدر اطلعه من الصينيه وهو سخن كده، هيتهري. لازم تسيبيه يبرد، هيشرب التتبيله دي وهيبقى روعه خيال اهو. ولا نشتري ولا نضيع فلوسنا على الفاضي، ما احنا نعمل في بيتنا وحاجه نظيفه عارفين مغسوله ازاي ومعموله ازاي. وبالف هنا وشفا حبايبي. وفي سمكيه فاضله بقى دي انا هسويها براحتي عشان اختم الفيديو والفيديو ما يطولش عليكم. هنا كده عملنا السمك المشوي في البيت، ما دفعناش فلوس كتير، جبناه زي ما جبناه من بره وعملناه. بالف هنا وشفا حبايبي. الست الشاطره تعمل اي حاجه في بيتها، اي حاجه تكلفها بره تعملها في بيتها. وربنا يصلح حال الناس جميعا يا رب، ويصلح حالنا وحال المسلمين جميعا يا رب، ويعدي الايام دي على خير. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.